السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى هوريكم يا روحي تعملي ازاي الطعميه يا حبايبي او الفلافل. شويه طعميه يا حبايبي بنروح نجيبهم قد كده ب10 جنيه وما بينفعوش خالص، وحاجه موفره بقى في البيت ان انت تعمليها كده في بيتك. وبالصلاه على النبي، صلوا على النبي كده يا حبايبي وسموا بالله ونبدا كده بالصلاه على النبي. معانا هنا يا حبايبي ده نص كيلو فول يا حبايبي مدشش. بتنقعيه يا حبيبتي في الميه لحد ما بيبقى بالطريقه دي. طالما قطم كده يا روحي يبقى هو كده خلاص بقى جميل اهو. ماشي يا روحي، تنقعيه في ميه 4 ساعات 5 ساعات. ومعانا هنا يا حبايبي معلقه ملح ومعلقه كمون ومعلقه كزبره ومعلقه فلفل بالصلاه على النبي. معانا بقى هنا يا حبايبي يا حبايبي بصلايه وسط. وهنا يا حبايبي يجي 6 كده ولا 7 فصوص توم، ما تكترش التوم يا روحي. ومعانا هنا ربطه خضار محشي جميلها ازاي. والخضره دي يا حبايبي لازم تغسليها كويس. ومعانا هنا يا حبايبي بالصلاه على النبي كرات. اللي ما بيعرفش الكرات يا حبيبي، دي الكرات اهو جميل خالص، تغسليه وتنقعيه كويس يا روحي. وبعد كده يا حبيبتي تستخدميه. ولو انت مش متوفر عندك، مش لاقيه الكرات، ممكن تستبدلي يا روحي ببصل اخضر، وساعتها بلاش البصل ده يا روحي. وهنبدا كده بالصلاه على النبي. معانا هنا ايه؟ رغيفين عيش فين اهوت، اما نشوف هنحتاجهم ولا ايه. هنبدا بقى يا حبايبي نحط حبه حبه كده في الكبه بتاعتنا اهو يا حبايبي. اهم حاجه يا روحي لما تيجي تعمليه ينكسر كده. طالما انكسر كده بقى كويس، تنقعيه في الميه. هنحط حبه الخضره دي يا حبايبي، هنحطها على حسب اللون، يعني لو لقينا اللون هيبقى اخضر معانا قوي مش هنحطها كلها. هنحط بقى يا حبايبي شويه من الخضار المحشي وشويه من اللهم صل على النبي. هنقطعهم كده وهنوزعهم ونحطهم. وبرده هنحط بالصلاه على النبي، صلوا على النبي يا حبايبي. لو اول مره تشوفونا على القناه ويا ريت تدعموني وتفرحوا قلبي كده باشتراك يا حبايبي وكومنت حلو منكم ولايك حلو كده يا قلبي. ونحط فيها شويه من الثوم وهنحط البهارات دي يا حبايبي اهو بالصلاه على النبي. ماشي، ما تنسيش يا روحي الملح على حسب ما انت هتعملي الكميه. وهنضرب اول مره. شايفين يا حبايبي انا ضربتها مره واحده كده في الكبه. هي لسه خشنه طبعا، لسه هي لونها ان شاء الله يبقى كويس. انا حطيت كل اللي معانا. انا قطعت يا حبايبي رغيف واحد اهوت من الفينو. ماشي، انا هضربه معاها. وهنزل يا حبايبي بنص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه من بتاعه الشاي يا روحي. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ دي بعد ما ضربتها يا حبيبتي تحط الميه واحده واحده. انا ابتديت من الاول بنص كوبايه. ده يا حبايبي ده هو بالصلاه على النبي والله نص كيلو فول. نص كيلو فول مدشش انا بليته زي ما حضراتكم شايفين كده. صلوا بقى بينا على النبي. اللي لسه ما صليتش على النبي صلوا على الحبيب اهو. اعملوا كده الاشتراك لام نوره كده عسل من ايديكم عشان تدعموها وتشجعوها تنزل فيديوهات يا قلبي. شايفين الطعميه اهي بالصلاه على النبي اهي. شايفين الطعميه؟ لو لقيتي يا روحي، شوف الطعميه لازقه في ايدي ازاي اهو. شايفين بالصلاه على النبي؟ لو لقيت الطعميه يا حبيبتي ثابت منك يبقى تضيفي لها. انا ما ضفتلهاش الا رغيف فين واحد، ادي الرغيف التاني اهو يا قلبي. لو انت حضرتك لو لقيت الطعميه سايبه منك تضيفي لها الرغيف التاني، مفيش اي مشاكل، هتربط معاكي وهتبقى جميل. وامشي بس على الطريقه اللي انا قلتها جميله خالص. حابه تغمقي اللون عن كده يبقى تحطي يا روحي شويه كزبره تاني او شويه بقدونس خضره يعني. ماشي يا قلبي؟ شايفين الجمال؟ يلا بينا بقى نقليها سوا. معانا هنا بقى يا حبيبي شويه كزبره كده ناشفه وشويه حبه البركه وشويه سمسم. اللي متوفر عندك يا روحي اعمليه. وانا هخلطهم كده مع بعض بالصلاه على النبي. هنبدا بقى يا حبيبي بالصلاه على النبي ناخد من العجينه بتاعتنا القمر ديت اهو. والله العظيم عسل. شايفين يا حبايبي؟ دي لو مش هي حلوه ما تبقاش متماسكه وجميله ازاي. وهنزل هنا بالصلاه على النبي اهو يا حبيبي. اعص ايدي كده ماشي، وهنعصها كده اهوت. المتوفر يا روحي عندك حطيه بالصلاه على النبي. عايزه بقى تكبري تصغري براحتك بالصلاه على النبي. هننزل بقى في الزيت بتاعنا كده يا حبايبي. دي بقى طريقه تانية كده يا حبايبي. انا همسكها اهوت واصبحها كده اهي. شايفين؟ كلها يعني سهله خالص. هاجي بقى هنا يا حبايبي اعمل كده اهو. انا عوزت اهوت حطيت عليها الحاجات بتاعتنا القمر دي ولففتها كده اكنها كفته. شايفين يا حبايبي العسل؟ هننزل بقى كده اهو. ايه رايكم بقى يا حبايبي في الطعميه بتاعتنا؟ اول ما احمرت من الجنب ضيرتها على الجنب التاني وشوفوا جميله ازاي. والله العظيم عسل عسل وش وظهر اهيت وحاجه كده تفتح النفس وعسل خالص اهو. شايفين الحلويات دي؟ حلويات. انا حاسه ان هي مش طعميه، انا حاسه ان هي كفته اهو. شايفين جمالها؟ ايه رايكم في الجمال ده؟ عسل والله عسل خالص وجميله وتستاهل بقكم. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ايه رايكم بقى يا حبايبي؟ ودي العجينه اللي باقيه معانا. شايفين الكميه حلوه ازاي اهي بالصلاه على النبي.
زي ما حضراتكم شايفين كميه حلوه وقلنا شويه وفي كمان شويه لسه سايبينهم في الطاسه اهو. بالف هنا وصحه لنا ولكم يا حبايبي. واللي شاف الفيديو يا ريت يشرفني كده وينورني في قناتي ويعمل لي اشتراك يا حبايبي، وتدعموني وتفرحوا قلبي يا حبايبي، وتعملوا لي اشتراك في القناه وتعملوا لي لايك حلو كده من ايديكم كومنت عسل كده زيكم. ايه رايكم في الكميه ديت؟ العجينه دي بقى يا حبايبي ممكن حضرتك تقوم ايه حطها في الفريزر، تعمليها في اكياس وتحطها في الفريزر، تحطها في حفاظات حافظه يعني، تحطها في الفريزر. ولما تطلعيها ممكن تعمليها كده، ممكن تجيبي بطين وتعملي عجه وتعمليها وتقليها، وبالف هنا وصحه على قلوبكم يا حبايبي. وايه رايكم بقى في الفيديو بتاع النهارده؟ يا ريت بقى يا حبايبي لو استفدتوا من طريقتي يا ريت تعملوا لي كده ايه، تدعوا لي دعوه كويسه وتعملوا اشتراك في القناه. بسيبكم بقى يا حبايبي في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.